والله احنا حقيقة الاخوان المصريين يعني لانه احنا لم نقم باي عمل يسيء او كلام يسيء لمصر، رغم انه احنا اول حاجة حصل اعتداء على ارضنا، ومصر الان بتحتل جزء من اراضينا، واعلام يعني العام والخاص كله بيعمل يعني لسائر هذه العلاقات، لكن احنا برضه صابرين عليهم، لانه نحن بنعرف دي علاقات مهمة جدا، وبنعرف انه العلاقات السودانية المصرية هي علاقات تاريخية وروابطها قوية جدا. نعرف انه مصر مستهدفة ونحن مستهدفين، فاي شرخ في العلاقة دي هو حقيقة خص علينا الاثنين، وهو بصف في مصلحة اعداء الامة. تتقلب العلاقات السودانية المصرية، غير أنها تميل أكثر إلى التوتر، لا سيما في الفترة الأخيرة. الرئيس السوداني ورغم حرصه على لغة دبلوماسية وتأكيده على العلاقات المتجذرة بين البلدين بدا محبطا من القاهرة ومن تصرفات نظامها، ما يعني ربما أن الأمور بلغت حدا لا يطاق. قد تكون ثمة مستجدات في الكواليس لا يعلمها إلا الرئيس السوداني والنخبة السياسية، غير أن ذلك لا يقلل من شأن الخلافات القائمة أصلا بين البلدين. يتصدر تلك الخلافات التنازع على منطقة حلايب وشلاتين، حيث يشتكي السودان من تعرض جيشه لاستفزازات ومضايقات القوات المصرية هناك. الوضع على الحدود عموما لا يبدو على ما يرام، فقبل أيام قليلة أصيب سوداني برصاص الجيش المصري الذي استهدف منقبين عن الذهب في منجم داخل الأراضي السودانية. قبل ذلك توترت الأجواء بين البلدين بعد قيام السلطات المصرية باعتقال وطرد طلاب سودانيين بحجة انتهاء صلاحية إقاماتهم، وهو ما ردت عليه الخرطوم متأخرة بفرض تأشيرات على المصريين القادمين إليها. يشتكي السودان أيضا مما يعتبره هجوما للإعلام المصري عليه وعلى مواقفه من قضايا كثيرة كالأزمة الليبية وسد النهضة الإثيوبي، حيث تتهم الخرطوم بانحيازها لأديس أبابا على حساب المصالح المصرية، فضلا عن اتهامها بإيواء محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين. تنفي الحكومة السودانية ذلك دائما، بل وتؤكد أن مؤسسات الدولة المصرية هي التي تتخذ مواقف عدائية ضد أمن السودان عبر السماح للمعارضة السودانية بالنشاط في مصر وتمويلها ودعم نظام جوبا في الجنوب، كما يتهم نظام البشير القاهرة بالوقوف مع قرار تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان.